ما تخافش، خليك واثق من نفسك. انت الحمد لله انت شاطر، انت شاطر، انت مش خايف. لو انت ضايع او لو انت حاسس ان انت ضايع او لو انت حاسس ان انت مقصر، ابدا يا ريس، ابدا يا باشمهندس، لسه بدري، لسه عندك اسبوع، لسه عندك اسبوعين، لسه عندك شهر، لسه في فرصه. الفرصه دي تكون خلصت امتى؟ لو انت قاعد لي في الامتحان وبتحل. توصل لحلمك يا صديقي وتروح الكليه اللي بتحلم بيها من زمان واللي كل الناس شايفاك فيها من زمان. كل الناس اللي بتحبك واللي مش بتحبك كمان هيحكوا ويضحكوا بيك، وهيبقى في قصه جميله قوي هتعيشها لمده اسبوع او 2 أو 3 أو شهر، هتكون انت البطل بتاعها بس محدش بيشاركك. لما توصل لحلمك هتسبق ناس كتير قوي وهتختلف عن ناس كتير قوي. مش تكبر على فكره، لكن ربنا امرنا بالسعي والاجتهاد ووعدنا بان النتيجه تكون مبهره جدا جدا. والناس اللي جربت ثانويه عامه وجابت المجموع اللي بتحلم بيه وشافت النتيجه وحست بالفرحه ونشوه الوصول عارفه كلامي ده كويس. الفرحه والبهجه بالوصول بتبقى جدا مبهره، وحرفيا عمرك ما حسيتها في حياتك ولا هتحسها تاني. خلاص كده، هي الثانويه العامه دي مره واحده بس، فلازم تتعبوا قوي عشان المره دي مش هتتكرر تاني. اقسم بالله لو بدات هتوصل، حتى لو فاتك حاجات كتيره جدا جدا جدا. ما تقارنش نفسك بحد، ابدا بس مالكش دعوه بحد، واستعين بربنا سبحانه وتعالى وان شاء الله هيوفقك. اقل فما تضيعش على نفسك الفرصه، واوعى تقول خلاص الفرصه ضاعت بقى وملهاش لازمه او ملوش لازمه اللي هيحصل بعد. كل مشاكلكم دلوقتي يا شباب حرفيا تتحل بحاجتين: تنظيم الوقت والاستعانه بربنا سبحانه وتعالى. لكن بقى كل اللي مطلوب منك دلوقتي تستمر على اجتهادك وتصبر على باقي الشهر ده ما ينفع. الانسان الذي يمكنه اتقان الصبر يمكنه وانا لو ذاكرت دلوقتي الحق هتلحق في وقت كبير. وقت كبير. طب لو انا ذاكرت دلوقتي ربنا هيديني زي اللي بيذاكر من اول السنه. دي حاجه مش بتاعتنا، الارزاق دي بتاعت ربنا. ربنا عنده كتير. هو كليه الطب اللي انت نفسك فيها او كليه الهندسه لو خير ليك ربنا هيستفاد ايه لو حرمك منها؟ بس لو انت بطيء. ليه بطيء؟ ليه كسول؟ انتوا ليه كسلانين؟ ده مش طريقه شغل، دي مش طريقه شغل. يبقى انت علشان تركز في مذاكرتك لازم تعمل لنفسك برستيج، لازم تعمل لنفسك نظام، لازم تعمل لنفسك مكانه لنفسك انت. يعني انت لازم تبقى كده مش عشوائي، لازم تفكر، لازم نرسم، لازم يبقى نفسك طويل، ما تخش الحاجه ايه عافيه، يعني مش عافيه. الموضوع سهل خالص. الطرق للجنة طلب العلم. من سلك طريقا يلتمس فيه علما قولوا معايا سهل الله له به طريقا الى الجنة. هتبقى حياتك سهلة، العلم هيخلي دنيتك سهلة ونجاحك سهل.